هذا حال العراق بعد 23 سنة في ظل حكم العتاقة والذيولة. شوفوا ايش صار بيه. يلا شوفوا اخواني جزاكم الله خير. كهرباء ماكو والجو حار، درجة الحرارة مولانا 50. ادفع الوالد والدينا، لا صحة لا كهرباء لا تبليد. سمعتوا يا شعبنا؟ هم هذول المعممين اللي دمروا العراق وبلدنا وخلونا واصلين لأسوأ مرحلة ما كنا نتوقعها حتى بكوابيسنا. ليش؟ لأن هو جاي يقول لك سووا هاي الطريقة ويخدعوكم بهاي السوالف ويبغضون أعصابكم ويخلوكم ساكتين على الفاسدين، مو لأنهم أغلبهم مستفادين، لا، بس لأن حضرة جنابهم ما يرضون هذا النظام يسقط. والله شنو هو؟ على سوالف إيران وطهران والزيارة، ويخدعون عقلكم بأنه إذا البعثية رجعوا راح ترجع المقابر الجماعية والموت والحساب والإعدام. وأنت تعرف كل زين إنه البعثية إذا رجعوا هو يعني النظام الصحيح الوطني، ويكون العراق الشعب وخيراته، ويأممون النفط لك ويوفروا لك أحسن بلد وخدمات ويخلونك معزز مكرم وهيبة وسيادة. بس هم لا، هذا الشي ما يخدمهم، ياخذونك تظل هيجي ميت حر وبرد وجوع وكاتلك الضيم والفقر. ومو بس هاي، بدل ما يستغلون هذه السوالف مالتهم والترويج، والله الله ينتقم منهم ويدعون عليهم. تعرفون انتو كل زين انه البلدان ما تتحارب بالدعاء، وانما هاي لغة الجبناء، وانما تحارب الثورات، واللي يشيل سلاحه المفروض هو يقول لكم ثورة عليهم. كافي عاد، طفح الكيل ووصلت حدها، واحنا بعد ايش نخسر؟ ثورة عليهم وقلعوا الفاسدين، والمفروض يحشدوكم حتى تحررون نفسكم وبلدكم. ومو بس هاي، انتوا واصلين مرحلة خسرانين كل شي، وال23 سنة اللي راحت مستعدين هم ينطون أضعافها، ولا راح يسقطون هذا النظام لسبب خدمة إيران ومصالحها. وشوفوا انتوا بعينكم مخلين العراق زبانة للدول. ومو بس هاي، تدفع ثمن حرب ما إلك بيها لا نقة ولا جمل. وانت شلك علاقة بحرب إيران وأمريكا؟ بس كله بسبب الذيولة اللي موجودة بالعراق تخدم مصالح إيران، والعملاء اللي تخدم مصالح أمريكا، وانت العراقي اللي كاتك الضيم والفقر واقع بالنص. مو بس هاي، راح تستمر تدفع ثمن، ويوميا أمريكا داقتنا بعقوبات طول ما انت إلك فصائل ميليشياوية. لا، العراق كلها تخدم إيران ومصالحها، ويوميا جايبي لك فلنطقة جديدة. يوم على الزيق راح يقدم استقالة، ويوم ما يقاوم، ويوم راح يجيبوا لك واحد جديد. اصحوا عاد يا شعبنا، انطيتوا عمر وانطيتوا ثروات وخيرات وضيعتوا شعبنا وشبابنا كلهم راحوا. اللي ما حصلوا تعيين ولا راحوا شهداء. ليش يجي دمكم رخيص؟ احنا بدنا نقول اطلعوا ثورة مسلحة، مو عنود شي، بس حرامات. هم متنعمين وعايشين بأحسن أماكن من الدول، مترفهين وعوائلهم، وإحنا كاتلنا الضيم والفقر. وألف مرة قلناها لكم، ماكو غير حل إلا الثورة المسلحة. صدقوني هذه مجرد أوهام يخدعوكم بيها، اعتقال فلان وعلان، وورا كم يوم يطلعوهم هم أصلا كل شي ما راح يخسرون. انتوا اللي راح تظلون تدفعون الثمن. وفي الختام، أنا ماجدة في جيش أسد صدام، تنظيم بعثي صدامي بقيادة قادة صدام حفظه الله ورعاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.